قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا عم ارضى، يا عم ثق في ربنا، يا عم سلم امورك لله وفوض امورك لله. القضية مش كلها بتدار بحساباتك انت. اليقين في الله من اسباب عقليات القمة، انك تبقى انسان قائد في الحياة، انك انت ما تضيعش عمرك في الحسرة والهم والقلق والتوتر، لانك انت مصدق ربنا سبحانه وتعالى. احد المدرسين جاب مجموع قليل وهو في الثانوية العامة. هذا المدرس الان عنده الاف الطلبة، كل طالب بياخد منه الاف الجنيهات. يعني المدرس ده دخله مثلا في السنه مثلا حوالي 20 30 مليون كده في السنه الواحده بس من الثانويه العامه. بيقول للطلبه بتوعه، بيقول لهم انا في الثانويه العامه كنت هموت عشان ادخل كليه معينه وما جبتش مجموع، ورضيت باي كليه، في الاخر مش عارف اجيب حتى الانتظام، وحاجه ماساه، وعايش معذب وهو مش عارف. هو الوقت لو اتعرض عليه اي كليه تانية هيقول لك لا يا عم، اللي انا فيه ده مفيش حاجه احسن منه. انا ما كنتش اتخيل ان ربنا يفتح. انت ما انتش عارف ربنا بيختار لك ازاي، وربنا بيرتب لك ازاي، وربنا بيدبر لك ازاي. يا عم ارضى، يا عم ثق في ربنا، يا عم سلم امورك لله وفوض امورك لله. القضية مش كلها بتدار بحساباتك انت. ويدعو الانسان بالشر دعاءه، ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. انسان يا رب اتجوز فلانة وفلانة دي لو اتجوزها هتبقى سر جحيم حياته كله. ما انتش عارف، انا لو ما اتجوزتش فلانة هضيع، انا لو ما دخلتش الكلية الفلانية هموت، انا لو ما تعينتش في الوظيفة الفلانية ههلك. هو ده سبب التعاسة في الدنيا كلها، انك تعلق سعادتك بأي شيء غير الله، فيكون ما تعلق قلبك به من دون الله هو سبب تعاستك، هو سبب انك ما تبقاش عايز سعيد في الحياة. ما تعلقش قلبك في السعادة ولا في النجاح الا بالله. خلي عندك رضا، واجعله رب رضية. خلي عن اللي متجوز واحدة متوسطة الجمال راضي بيها، بتهياله ان هو خد واحدة من اجمل جميلات العالم. وفي ناس متجوزة جميلات فاتنات والبيت جحيم، لانه هو متهيأله ان مراته مش حلوه، ولانه القصه في الرضا. اللي بيحل عينيك في اللي بيحل الدنيا في عينيك رضاك. الرضا السكر بتاع الدنيا هو الرضا. على قد ما انت راضي، على قد ما انت راضي باللي ربنا اداهولك واللي ربنا اختارهولك، على قد ما انت عايز سعيد في الحياه. مش الرضا السلبي، مش الرضا بتاع سيبها سبهلله، الرضا بتاع ان انا اشتغلت وتعبت وكفحت واجتهدت، واللي يحصل بعد كده انا راضي يا رب، انا راضي باختيارك ليا يا رب. انا لو ادوني ورقه وقلم وقالوا لي ارسم الملامح اللي نفسك فيها، مش هقول كنت نفسي يبقى عينيا ملونه، ولا كان نفسي يبقى طولي كذا، انا يا رب هختار الملامح اللي انت اخترتها لي. انا يا رب لن اختار لي نفسي الا ما اخترته لي. طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب، ومن يأمنك يا دنيا دواهي، تدوسين المصاحب في التراب.